نزلت مول الكمبيوتر عشان تشتري اكسس بوينت لان عندك مشكله في تغطيه الواي فاي في البيت، لقيت الراجل بيقول لك عندي الاكسس بوينت دي ب 2000 جنيه وعندي الاكسس بوينت دي ب 10000 جنيه. فانت في الوقت ده اكيد هتبقى تايه، يا ترى ايه الفرق اللي يخلي جهاز اغلى 5 مرات من الجهاز التاني؟ وهل يعني لو رحت للاغلى هيبان معايا اي فرق في الاداء، ولا الفروقات دي انا مش هحس بيها؟ موضوع يتوه مش كده؟ في حلقه النهارده هنجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تدور في دماغك في الوقت ده، وهقول لك على كل المعلومات اللي محتاج تعرفها علشان لو اتحطيت في الموقف ده تعرف تختار صح. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد ويلا بينا. السلام عليكم. في عوامل كتير جدا بتحدد سعر الاكسس بوينت اللي بتشتريه، عوامل زي السرعه، التغطيه، الثبات، وقوه الاشاره. وخلينا نبدا باول نقطه وهي السرعه، ودي اهم واكتر حاجه الناس بتدور عليها وبتهتم بيها. طب ليه السرعه مهمه؟ لان ببساطه دي اهم عامل بيأثر على تجربه استخدام الانترنت والشبكه بشكل عام. يعني مثلا لو بتلعب لعبه اونلاين او حتى هتحضر اجتماع على الانترنت، فكل ما كانت سرعتك اعلى كل ما كانت تجربه استخدامك افضل بدون اي تقطيع او لاج. وطبعا السرعه مهمه جدا لو بتعمل داونلود لاي فايلز كبيره، او حتى لو بتتفرج على فيديوز بجوده عاليه زي ال 4K او ال 8K بدون ما يحصل فيه اي تقطيع او حتى تظهر لك علامه البافرنج المزعجه. ويجي السؤال هنا، يا ترى ايه السرعات المتوفره في السوق وايه الفرق ما بينهم؟ هنلاقي ان السرعات المتوفره حاليا هي الواي فاي 5، واي فاي 6، واي فاي 6 اي. بالنسبه للاجهزه اللي بتدعم الواي فاي 5 فنقدر نقول عليها اجهزه قديمه نسبيا، والاجهزه دي تقريبا بتوصل سرعتها ل 438 ميجا بايت في الثانيه. ونقدر نقول ان السرعه دي الى حد ما متواضعه نسبيا، لان لو كل اجهزه البيت متوصله في نفس الوقت على شبكه الواي فاي فنقدر نقول ان السرعه بتتوزع عليهم كلهم، فكل جهاز نصيبه ما بيعديش ال 50 ميجا بايت في الثانيه. ولكن ما نقدرش نقول عليها ادائها ضعيف، لان مع الاستخدام العادي ومع اجهزه قليله بتشتغل بشكل ممتاز حتى لو بتعمل ستريمينج لفيديوهات بجوده عاليه. نيجي بقى للسرعه اللي بعدها وهي الواي فاي 6، والتكنولوجي دي عملت نقله نوعيه في سرعات الاكسس بوينتس، واللي بتوصل سرعتها ل 1200 ميجا بايت في الثانيه. يعني نقدر نقول تقريبا ان السرعه اتضاعفت 3 مرات. وميزه الاجهزه اللي بتدعم خاصيه الواي فاي 6 انها بتقدر توزع السرعه دي على عدد كبير من الاجهزه من غير ما يحصل اي بطء او تقطيع او لاج. وده يخلي اكسس بوينت متوصل بيها اكتر من 10 او 15 جهاز في نفس الوقت، وكل واحد فيهم شغال بسرعه عاليه من غير اي مشاكل. واعلى تكنولوجيا حاليا موجوده في السوق وهي الواي فاي 6 اي، ودي تقريبا نفس المواصفات بتاعه الواي فاي 6 مع اختلافات بسيطه. واهم ميزه بتقدمها انها بتستخدم تردد اللي هو 6 جيجا هرتز، ونقدر نقول ان التردد ده غير مزدحم على عكس الترددات الثانيه اللي بتستخدمها الواي فاي 5 اللي هي ال 2.4 جيجا هرتز، والترددات اللي بتستخدمها الواي فاي 6 واللي هي ال 5 جيجا هرتز. ولحد ما في بعض الاجهزه بتستخدم نفس التردد، فممكن يحصل تشويش على موجات الاتصال بالشبكه الوايرلس. تاني اهم حاجه عندنا بعد السرعه وهي التغطيه او الكفرج. والكفرج معناه هو ابعد نقطه ممكن توصل لها الاشاره اللاسلكيه اللي طالعه من الاكسس بوينت، ودي في الاساس بتتاثر بتصميم الاكسس بوينت نفسها مع عده عوامل تانية زي عدد الانترنت والتكنولوجيا المستخدمه. والاكسس بوينتس اللي بتستخدم مكونات من جوده عاليه الاشاره بتاعتها بتقدر تغطي مساحه اكبر وفي نفس الوقت بتكون ثابته وقويه. لكن لما نيجي نتكلم من ناحيه التصميم هنلاقي ان في بعض الاكسس بوينتس بيكون الانترنت بتاعتها بيلت ان ومدمجه جوه الجهاز نفسه، وده طبعا ممكن يدي شكل احسن بالنسبه للتصميم، ولكن بيقلل شويه من حجم التغطيه اللي ممكن الاكسس بوينت تغطيها بالمقارنه للاكسس بوينتس اللي فيها انترنت خارجيه اللي تقدر فيها توجه الاشاره زي ما انت عايز. طيب تمام، ده كده بالنسبه للانترنت ان كانت داخليه او خارجيه. لكن اعرف منين بقى ان كانت المكونات الداخليه للاكسس بوينت جودتها عاليه ولا لا؟ في مواصفه مهمه قوي لازم تاخد بالك منها اسمها دي بي ام او ديسبل ملي وات، والرقم ده بيقيس قوه الاشاره بتاعه الاكسس بوينت، وعاده بيكون مكتوب على العلبه من بره او في المواصفات التقنيه على الانترنت الخاصه بالجهاز ده. والرقم ده كل ما يقرب من الصفر كل ما يكون الاشاره اقوى. يعني مثلا لو الاكسس بوينت الاشاره بتاعته ماينس 30 دي بي ام، ده معناها ان الاكسس بوينت ده الاشاره بتاعته ممتازه جدا. لكن مثلا لو لقيناها ماينس 90 دي بي ام فده معناها ان الاكسس بوينت ده الاشاره بتاعته ضعيفه. وعاده الاكسس بوينتس الكويسه بتكون الاشاره بتاعتها ما بين ماينس 50 لماينس 60 دي بي ام. وفي مواصفه ثانيه برضو محتاج تاخد بالك منها وهي الترانسميت باور، والمواصفه دي بتتحسب بالملي وات او الام دبليو. وكل ما الرقم ده يزيد كل ما يكون معناه ان الاكسس بوينت ممكن توصل الاشاره بتاعتها لمسافات ابعد. وفي اكسس بوينتس بتنزل بخاصيه اسمها adjustable transmit power، ودي بتدي السماحيه لليوزر انه يقدر يقلل الترانسميت باور ويعليها على حسب التغطيه اللي هو محتاج. يعني مثلا لو عنده مثلا اكسس بوينت موجوده جوه محل فممكن يقلل الترانسميت باور للنص او للربع، فتخلي الاكسس بوينت
المدى بتاعها ما يخرجش بره حدود المحل. ونقطه مهمه برضو محتاجين نتكلم عنها بالنسبه للتغطيه وقوه الاشاره، وهي القدره على اختراق الجدران او البنتريشن. والموضوع ده طبعا بيأثر بشكل كبير في جوده الاشاره، وفي نفس الوقت بيحدد ان كانت الاشاره هتكون مستقره ولا لا. بالنسبه لموضوع البنتريشن او الاختراق، ايه اللي بيحدده بالظبط؟ فاكرين لما رتبنا سرعات الاكسس بوينتس من الواي فاي 5، واي فاي 6، واي فاي 6 اي، وكانت بيستخدموا الباندز اللي هو 2.4 جيجا هرتز، 5 جيجا هرتز وال 6 جيجا هرتز. في جزئيه البنتريشن او الاختراق الحواجز، الواي فاي 5 هي اعلى واحده فيهم. فلو البيت عندك او المكان اللي انت محتاج تغطيه بشبكه الواي فاي فيه حواجز كتير او حيطان سميكه، فشبكه الواي فاي 5 اللي بتستخدم باند 2.4 جيجا هرتز هي افضل اختيار بالنسبه لك. لكن طبعا ما تنساش انه ابطا واحد فيهم، وفي نفس الوقت هو اكتر جهاز عرضه للتداخل مع اجهزه تانية كتير بتستخدم نفس التردد. يعني ممكن تلاقي النت عندك بيقطع او السرعه مش مستقره لو في اجهزه تانية حواليك بتستخدم نفس التردد ومأثره على الشبكه بتاعتك. اما بالنسبه للاجهزه اللي بتدعم الواي فاي 6 اللي بتستخدم تردد 5 جيجا هرتز، فهو طبعا بيقدم اداء اعلى بكتير من ناحيه السرعه، لكن في نفس الوقت اداء الاختراق بتاعه اضعف بكتير من 2.4 جيجا هرتز اللي بيستخدموا اجهزه الواي فاي 5. وبالنسبه لاجهزه الواي فاي 6 اي اللي بيستخدم تردد 6 جيجا هرتز، فهو بيعاني من نفس المشكله اللي بيعاني منها ال 5 جيجا هرتز واجهزه الواي فاي 6. فبرضه هي بتقدم سرعه عاليه، لكن بالنسبه للاختراق هي مش احسن حاجه في الدنيا. ونيجي في اخر النقطه في حته التغطيه وقوه الاشاره، وهي عدد الانتنات اللي موجوده في الاكسس بوينت. فلما بنيجي نختار اكسس بوينت، كتير مننا ما بياخدش باله من حته عدد الانتنات اللي بتدعمها الاكسس بوينت، ودي حاجه مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها. وده لان كل ما عدد الانتنات يكتر، كل ما يقلل تاثير العوائق اللي ممكن تاثر على قوه الاشاره، زي مثلا الحوائط السميكه. فطبعا الاجهزه اللي بتيجي بانتنه واحده غالبا ما تكون الاشاره بتاعتها ضعيفه، لكن طبعا لما يكتر عدد الانتنات 2 3 4 واكتر، كل ما يكون الاشاره اقوى تقدر تغطي مساحه اكبر، وفي نفس الوقت تتفادى العوائق والحوائط. كتير بقى بيجي لي اسئله ازاي اواجه الانتنه بتاعت الاكسس بوينت بحيث ان انا احصل على افضل اشاره واعلى تغطيه في المكان اللي انا قاعد فيه. اول حاجه محتاج تعملها، يعني طبعا لو امكن ممكن تحطه في نص الشقه او نص المكان اللي انت بتحاول تغطيه. فكل ما كان الاكسس بوينت متوسط المكان اللي انت بتحاول تغطيه، كل ما الاشاره بتاعته ادت اداء احسن في التغطيه. حاجه تانية كمان وهي خاصه بزاويه ميل الانتنات بتاعت الاكسس بوينت نفسها. يعني مثلا لو انت بتحاول تغطي دور واحد مثلا او مساحه واسعه، فافضل وضع انك تثبت الانتنات بوضع عمودي. لكن لو عايز توصل الاشاره لدور فوقيك او دور تحتيك، فافضل وضع الانتنه يكون مايله بزاويه 60 درجه او تكون موازيه للارض. لكن طبعا خد بالك ان سمك الاسقف والحوائط مش زي بعضها في كل البيوت، فطبعا يفضل تجرب اكتر من توجيه علشان تحصل على افضل نتيجه وافضل تغطيه. وممكن برضو تستخدم بعض التطبيقات المجانيه على موبايلك عشان تقيس قوه الاشاره بتاعت الواي فاي وتظبط على اساس كده. طب ايه تاني ممكن نلجأ له في حل مشكله التغطيه؟ في تقنيه مهمه جدا وهي الميش نتورك. والتقنيه دي عباره عن مجموعه من الاكسس بوينتس بيشتغل مع بعض بشكل متكامل علشان يعملوا تغطيه كامله للمكان اللي انت عايز تغطيه. فمثلا في الشبكات العاديه لو الاشاره ضعفت، فحلك الوحيد انك يا اما تقرب جنب الراوتر، يا اما تجيب حاجه زي الواي فاي اكستندر توصلها في الحيطه، ولحد ما يا تشتغل يا ما تشتغلش. طبعا الواي فاي التقليدي او الاكستندر بيعتمد على ان في جهاز لازم يكون قاري النتورك بتاعت جهاز تاني علشان يقدر ياخد منه الاشاره ويعمل لها اكستند. فلو الجهاز ده وقع على اي سبب ما، كل السلسله اللي اتبنت على بعضها كلها وقعت. لكن نظام الميش نتورك بيحل المشكله دي بطريقه اذكى بكتير جدا، لان كل واحده من الميش نتورك دي بتقدر تبعت وتستقبل من كل الاجهزه اللي متوصله. فلو واحده وقعت فتقدر توصل للثانيه وتاخد منها الاشاره وتعمل اكستند للرينج بتاع الواي فاي. فلو عندك بيت كبير مثلا مكون من اكتر من دور، فتقدر تجيب نود في كل دور من دول، النودز دي بتبقى متوصله ببعضها، وفي نفس الوقت تقدر تكستند الرينج بتاع الواي فاي بشكل فعال جدا ومتكامل مع بعضه من غير اي مشاكل. والاجهزه او النودز اللي موجوده في الميش نتورك بتتواصل مع بعضها ببرضه ترددات زي الواي فاي بالظبط، ال 2.4 جيجا هرتز، ال 5 جيجا هرتز وال 6 جيجا هرتز. وطبعا كل تردد من دول ليه المميزات بتاعته والعيوب زي ما ذكرنا، من حيث السبيد ومن حيث البنتريشن او الاختراق. لكن اكتر حاجه بتميز الميش نتوركس هي سهوله الاستخدام وامكانيه التوسع. فلو عندك اي حته مش كفرد في المكان اللي انت بتحاول تغطيه، كل اللي محتاج تعمله انك تجيب جهاز براند نيو توصله في الفيشه، ومش محتاج تعمل اي حاجه تانية غير كده. وهي الجهاز لوحدها هتعرف انها جزء من الميش نتورك، هتاخد نفس الكونفيجريشن، تاخد نفس اسم الواي فاي والباسورد بتاعته، وكل حاجه هتتم بسهوله تامه من غير ما تدخل خالص. وبالنسبه لامكانيه التوسع، فتقدر انك انت توصل عدد لا نهائي من النودز في الميش نتورك بتاعتك، وممكن تغطي مساحه
توصل ل 300 متر مربع. ولو احتجت تغير اي حاجه في الاعدادات، كل اللي انت محتاج تعمله انك تنزل الابلكيشن الخاص بالمش نتورك بتاعتك وتغير اي حاجه بسهوله وببساطه. وفي الاخر خلينا نقول ان كل نوع من انواع الاكسس بوينت ليه الاستخدام الخاص بتاعه على حسب احتياجك. فلو انت عدد الاجهزه اللي متوصل بشبكه اكسس بوينت بتاعك كبير، واهم حاجه عندك سرعه النقل ما بين الاجهزه دي، فانصحك وبشده تروح على الواي فاي 6 او الواي فاي 6 اي. لكن لو انت عدد الاجهزه المتوصله بشبكه الواي فاي بتاعتك قليله، وفي نفس الوقت السرعه اللي بتقدمها اجهزه الواي فاي 5 مناسبه بالنسبه لك وهتقضي الغرض بتاعك، فطبعا انصحك وبشده انك تروح تشتري الواي فاي 5، لان طبعا سعرها هيكون ارخص وفي نفس الوقت الكفرج بتاعتها هيكون اقوى من شبكات ال 5 جيجا هرتز وال 6 جيجا هرتز. وبس كده، ده كان كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقه دي مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان. ولو عندك اي اسئله او استفسارات اكتبها لنا في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.